مساء الخير، مساء الهنا، مساء التفاؤل، مساء السعادة عليكم حبايب، أو صباح الخير في الوقت اللي بتشوفوني فيه. بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربية. معانا هنا سمكتين روسي أو مكاريل زي ما بتقولوا عليه حبايبي. هتعملي في ايه يا أم محمد؟ يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم الأيام بخير. لا إله إلا الله. هاخد يا حبايبي السمكتين بتوعي دول طبعا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انضفهم وارجع لكم لان مش لاقي حد يصور لي بمعنى الاصح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا النهارده الجمعة، كل سنة وانتم طيبين ويجعلها جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهنا طبعا الطماطم بتاعتي ضربها اهي، او خلطاها او مصفياها، والسمك بتاعي غسلته ونضفت حبايبي زي ما انتوا شايفين، وقلبه ما شاء الله نضيف زي العسل كده، وليمون ومروجة عليه. وهنا الطاسة بتاعتنا الحلوة دي حطيتها هنا، وحطيت زيت طبعا على النار ينقدح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جربوا الطريقة بتاعت ام محمد دي هتعجبكم بصراحة ربنا. طريقة حلوة وطريقة يعني جميلة في السمك المكاريل ده. مروة هنا يا جماعة عاوزة تشتغل وهي اللي تعمل. انا عاوزة بقول لها يا بنت طولي بالك، بس صوري لي تقولي لا انا عاوزة اعمل معاك يا ماما. وبعصه في الدقيق كده. طب تبلتيه يا ام محمد؟ لا مش هتبله يا حبايبي. ليه؟ عشان طبعا نتحكموا في التتبيلة بتاعته. على رأي اللي بيقول معانا أكلة شتوية تخلي العجوزة صبية. هتخليها صبية ازاي يا ام محمد؟ اتفرجوا يا حبايبي وهنشوفوا طبعا ويا بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين قلب السمك بتاعنا ما شاء الله جميل ونضيف وزي العسل وريحته حلوة. السمك ده اصلا لحمته بتبقى جزل كده ومسكرة، ولحمته بتبقى بيضة ما شاء الله. هي سمكة صبحة والله، جايباها من الراجل صبحة ما شاء الله، لسه جميلة وطازة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وطبعا يا حبايبي زي ما شفتوا الزيت بتاعنا انقدح ونزلنا بيه، وطبعا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنحطهم يتحمروا معانا. السمكتين بتوعنا هم سمكتين بس ما شاء الله والله، ربنا مبارك فيهم وفيهم بركة يعني زي ما تقولوا قولوا. وهنا البصلة بتاعتنا حطيتها اهي، وحطيت عليها شوية زيت. هي بصلة واحدة، انا ما بحبش بصل ياما في موضوع الصواني او المجالي زي ما بتقولوا عليها عندكم. انا ما بحبش السمك البصل للسمك ياما، ما بحبش اليخنة الياما. وطبعا سمكنا احمر كده ونقلبه، وحطينا البصلة بتاعتنا تتصفر معانا زي ما انتوا شايفين. نصفرها او ندبلها زي ما بتقولوا عليها يا حبايبي في عندكم. وهندبل البصلة بتاعتنا شوية نديلها لون، والسمك بتاعنا ياخد لون جميل كده، وهنشوف هنعمل فيه ايه ويا بعض. والله ما شاء الله ربنا كان مبارك. ويا حبايبي هننزل بعصير الطماطم بتاعنا كده. حطوا اللايك، مروة بتقول لكم، او حطوا كومنت جميل. الكومنتات يا حبايبي واللايكات بالله عليكم، وعاوزين نفعل القناة ونكبر عيلتنا الجميلة بيكم. وطبعا يا حبايبي السمك بتاعنا جبناه كده، وجبنا الطواجن المسكرة بتاعت ام محمد ديت الجميلة ديت، وبنرص سمكنا فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وزي ما شفتوا كده حبايبي بنرص السمك بتاعنا فيها. وطبعا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هننزل بعصير الطماطم يا حبايبي اهو زي ما شفتوا كده. وهنقلب. انا ما بصوا الصلصه الياما مش عاوزه صلصه ياما. هي بصوا طماطمه حلوه، لا هو ابيض ولا هو بس الكاميرا والله ما موضحه. ونزلت بقرن فلفل حار معاكم كده يا حبايبي بيدي تيست وطعم. وبصوا وجربوا التجربه ديت بتاعت ام محمد. ونزلت بشويه توابل بتوعي بهارات سمك زي ما شفتوا كده يا حبايبي. انا كنت بقول هحط في التلات طواجن الصغيرين دول
لا بس هم جم على قد 2 ما شاء الله حلوين يعني. ورصينا سمكنا كده، وزي ما شفتوا يا حبايبي طبعا ايه، والصلصة بتاعتنا اتسبكت معانا اهي برضو، وهننزل بيها فين؟ على السمك بتاعنا. دلوقتي رقم انزلها هقوم حطها على السمك بتاعنا. غسلت هنا معايا إيه برام رز برضو، هاخد اغسله اهو على ما الصلصة بتاعتنا تتسبك شوية، ونغسلت البرام الرز بتاعنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وطبعا الصلصة بتاعتنا اتسبكت، وغسلت برام الرز، ونزلت بمعلقة سمنة بلدي فلاحي كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ويا حبايبي ايه، هنا طبعا قشط على وش اللبن اهي، هنزل اشيل معلقتين كده احطهم على وش الرز بتاعنا، عشان يبقى رز معمر حلو ما شاء الله، يبقى زي العسل. وجربوا تجربة ام محمد دي وقولوا لي ايه رأيكم. لا اله الا الله. وزي ما شفتوا كده طبعا يا حبايبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما شاء الله هم سمكتين بس، والله انا اتغدينا انا ومروه ببرام، وعلى جيت غدا كانت هي صايمة، بصيت لقيتها جاية المغرب ما شاء الله بألف هنا وشفا. والله الطاجن التاني ما شاء الله فطرها هي وعيالها ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وجربوا التجربة بتاعت ام محمد دي وقولوا لي ايه رأيكم. والصلصة بتاعتنا عدلناها وروجنا عليها كده، حطيناها على وش السمك. وطبعا يا حبايبي مش هسيبه ناشف زي انتوا ما شفتوا كده، مش هسيبه ناشف لا، عشان ما ينحرقش مني في الفرن. هجيب شوية مية وبسوي صلصتي حلو كده على السمك بتاعنا، عشان رقم احط عليها شوية مية. وانا مظبطة الحدج بتاعي ومظبطة الحياء بتاعي، طبعا انا ما حطتلوش تتبيلة عشان اتحكم في حياء وما يبقاش حادق في الصلصة بتاعته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والله الكاميرا التليفون ما هي بصوا ما هي موضحة لكم جمال السمك بتاعنا. ونزلنا هنا ام محمد الشطورة اللهلوبة نزلت قدام الفرن البلدي زي ما شفتوا كده يا حبايبي، وولعناه الفرن البلدي بتاعنا، مش لان الانبوبة خلصانة. هتعملي يا ام محمد؟ طبعا الانبوبة خلصانة هنقعد ولا مش هنقعد؟ هننزل قدام الفرن البلدي بتاعنا كده ونولعه ونحط الرز بتاعنا الاول. وبعد ما نحط رزنا متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك والاكسبلور والكومنت الحلو اللي زيكم، استنوا يا وتفعلوا جماعة، زر الجرس مروة عندها كلمتين محشورين في زورها وعاوزة تقولهم لك. عشان يوصلكوا كل جديد، واشتركوا في القناة اللي ما كل اشتركش جديد يشترك. ينزل من يوميات ام محمد في الريف المصري، واللي ما اشتركش في يوميات ام محمد في الريف المصري يشترك عشان يوصله كل جديد ينزل. طبعا جابت لنا حطب قضب من بتاع الجوافة يعني صجر يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وجبنا الفرن، طبعا فرننا شايفين ما شاء الله. ربنا يكفينا شر النار في الدنيا وفي الآخرة يا رب. دايما تستعيذوا بالنار في الدنيا وفي الآخرة، ربنا يكفينا شرها في الدنيا وفي الآخرة. وجابت لي شايفين يا حبايبي الحطب اللي هي جايبه لي صجر جواف، وزجناه تحت فرننا كده وجبنه وجش طبعا من جش الرز. ويا حود بص، وعينك ما تشوف الا النور بقى تحت البريمة كده. كان طعمه خطير. وما شاء الله شايفين البقبقة اللي بتبقبق في الفرن دي زي ما انتوا شايفين طبعا يا حبايبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إيه والله ما عدت شايفة حاجة يا حبايبي في الضلمة دي معلش. احنا كنا بنطلع الإبرة يا جماعة. طبعا هنا بنطلع البريمة بقى والجو كان ضلم، والأنسة مروة سايبة الفلاش طافي.
شفتوا بقى يا حبايبي، انا كنت نسيت ايه اللي حصل في الضلمه دي والله. والله يا حبايبي كنت نسيه. بس مروه هي عارفه عامله ايه. وطبعا طلعنا الرز المعمر الجميل بتاعنا ده، وطلعنا ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الطواجن الجمرات بتوعنا دول. وجربوا تجربة ام محمد الجميلة وقولوا لي ايه رأيكم. ايه الليل اللي هاجم عليا ده. والله يا مروة يا بنت الله يسامحك، الله يسامحك بجد، بتظلمي الحاجة في التصوير بتاعي. انا مش عارفه انا حطيت الباقي ده حطيته تاني ليه. حطيتهم مرتين يا جماعة معلش. انا مش عارف. وهي معلش وهي طبعا بتمنتج الفيديو، هي اللي منتجها الفيديو مروة، عشان تعرفوا ان الممنتج بتاعي ممنتج خايب وفشل. وايه رأيكم بقى يا جماعة؟ طلعنا فوق بقى، خدنا رزنا وخدنا الطواجن الجمرات ديت، وطلعنا فوق. ما تستاهلش لايك، والله ما تستاهل مليون لايك الطواجن العسل دي. جربوا بقى وقولوا لي ايه رأيكم. اساسا احنا لو ما كناش قلنا ان هو سمك الطواجن كان الفخار اللي يشوفه الجميل دي. يقول كوارع. مروة عرفت بقول لكم، انا لو ما قلناش ان هو سمك وشفتوا ان هو سمك في الاول كنت قلت ده كوارع. وهنا طبعا بنغرف الرز المعمر الجميل بتاعنا. وزي ما شفتوا، يا ريت ايه ان انتوا كنتوا معانا تتغدوا معايا انا ومروة، وبألف هنا وشفا للي كال وزيتون. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وايه رأيكم في الفيديو بتاع ام محمد النهارده؟ يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم وعند حسن ظنكم ونور رضاكم يا حبايبي. وشايفين الصلصة الجميلة دي بقى، ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حاجة تحفة، حاجة تحفة يا حبايبي. يلا حطوا بينا اللايك. ندوق. يلا بينا ندوق. مروة هتدوق وياكوا اهي وهتقول لكم ايه الرأي. هنا كنت ايه الرأي يا مروة؟ والله العظيم ان هو كان طعم خطير خطير. بيقول لكم حطوا اللايك يا حطوا جماعة، اللايك، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك. واللي ما اشتركش في يوميات ام محمد في الريف المصري يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد ينزل من يوميات ام محمد في الريف المصري. فهنا بقى كنت بدوق النوبة اللي عدت، كنت بدوق التخديعة يعني انت بتاعته. ما شبحتش دوجان. لا المرة الأولانية جيت كنت ادوق بدوق. وكلت عروق، وجيت اشم وكلت كل. السلام عليكم يا ورحمة الله بهاراتك يا وبركاته. تكاتك يا تركاتك. واستودعكم الله يا حبايبي. باي.